مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خط العبور. في اجتماع مهم بمدينة العالمين، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل وزير النقل لمتابعة عدد من أكبر مشروعات النقل في مصر. ونوقش خلال الاجتماع تطوير موانئ السخنة ودمياط والإسكندرية وسفاجة، إلى جانب مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي. وخلال الاجتماع شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات في مواعيدها وبأعلى معايير الجودة، مؤكدا أن تطوير النقل واللوجستيات أصبح عنصرا أساسيا لدعم التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. كما أعلن وزير النقل أن التشغيل التجريبي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يربط العين السخنة بالعلمين ثم مطروح سيبدأ خلال سبتمبر 2026، على أن تستمر التجارب لمدة 6 أشهر. لكن السؤال هنا، هل كل ده مجرد مشروعات ولا احنا بنتكلم عن خطة اقتصادية أكبر بكتير؟ خلوني أسألكم عن حاجة. لو عندك مصنع وهتصدر منتجاتك لأوروبا أو أفريقيا، إيه اللي يحدد قدرتك على المنافسة؟ جودة المنتج مهمة، لكن كمان إنه يوصل بسرعة وبتكلفة أقل مهمة جدا. وده بالظبط السبب اللي بيخلي الدول تستثمر مليارات في المواني والسكك الحديد وشبكات النقل. طيب خلينا نتكلم الأول عن المواني زي السخنة ودمياط واسكندرية وسفاجة. الموضوع مش مجرد تطوير الصفر، الفكرة الأساسية إن السفينة بتدخل مينا، تفرغ حمولتها بسرعة والبضاعة تتحرك مباشرة إلى القطار أو الطريق السريع ومنها إلى المصنع أو السوق. كل ساعة بتقضيها السفينة داخل المينا بتكلف شركة الملاحة أموال، وكل يوم تأخير في خروج البضايع بيقلل من تنافسية المنتج. عشان كده تطوير المواني النهاردة بقى استثمار اقتصادي مش مجرد مشروع بنية تحتية. طيب إيه حكاية القطار الكهربائي السريع؟ ناس كتير فاكرة إنه معمول علشان نسافر أسرع، ودي جزء من الحقيقة، لكن الجزء الأهم إنه هيخدم الاقتصاد. الشبكة المخطط لها تمتد لنحو 2000 كيلومتر، وتربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والأراضي الزراعية الجديدة والمدن العمرانية. يعني بدل ما البضاعة تتحرك بالشاحنات لمسافات طويلة، هيكون في شبكة نقل أسرع وأكتر كفاءة، وده يقلل التكلفة ويوفر وقت ويزود فرص التصدير. يلا نبص على الصورة بشكل أكبر ونسأل سؤال مهم: ليه الدولة شغالة على المواني والقطارات والمنوال والطرق في نفس الوقت؟ لأن العالم بيتغير، وبعد الأزمات العالمية واضطرابات وسلاسل الإمداد بقت الشركات العالمية بتدور على دول عندها بنية تحتية قوية وموانئ سريعة وشبكات نقل متطورة. يعني المستثمر النهاردة قبل ما يبني مصنع بيسأل: هل المينا قريبة؟ طيب هل البضاعة هتتحرك بسهولة؟ طيب هل في شبكة نقل تضمن وصول المنتج للأسواق بسرعة؟ ولو الإجابة طبعا نعم، ففرصة الاستثمار بتزيد. خلينا بقى نتكلم عنها من وجهة نظري. أنا شايفة إن أهم رسالة خرجت من اجتماع النهاردة إن الدولة ما بقتش بتفكر في كل مشروع لوحده، لكن بتبني منظومة متكاملة: مينا مع سكة حديد مع طريق مع منطقة صناعية ومع مركز لوجستي. وده النموذج اللي اعتمدت عليه دول كتير نجحت في التحول إلى مراكز للتجارة العالمية. نجاح أي مشروع مش بيتقاس بعدد الكيلومترات أو الأرصفة اللي اتبنت، لكن السؤال الأهم: هل المشروعات دي هتقلل تكلفة النقل؟ هل هتزود الصادرات؟ هل هتجذب استثمارات جديدة؟ ولو قلنا يبقى احنا مش بس بنطور مواني وقطارات، احنا بنبني اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. كان معكم المحللة والباحثة اللوجستية نوران الرجال، وده كان خط العبور. وكل مشروع حكاية. استنونا في الفيديو الجاي والحلقة الجاية من خط العبور، هيبقى موضوع أهم، لأن مواضيعنا كلها مهمة.